السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ جنى. رايحين نديرو كيكه بشكل جديد سميتها كيكه العش. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، تجي طريه بالبزاف وبنتها رائعه. الكيكه ما تتطلبش بزاف، فيها 2 بيضات، فيها نصف كاس سكر، عطر الفانيليا، نصف كاس حليب ونصف كاس زيت. خلطهم مليح. من بعد راح نزيد لهم كاس ونصف فرينه، نزيد 2 مغارف كاكاو اسود. نزيد لهم كيس خميره كيميائيه ونخلط المكونات مع بعض. رايحه نديرها طيب في مول كاري. مية وثمانين درجه. بعد ما تطيب لي وتبرد تماما رايحه نطبخها. انا اخترت سيرسو شكل ورده، نتوما اللي حب قلب اللي حب اي شكل. الحواف رايحه نفتتهم، نضيف لهم توبينغ صوص كراميل وقليل من الحليب. من بعد في مول نصف دائرة رايحة ندير خطوط بالشوكولا، ثم ندير ملعقة شوكولا بيضاء، ونعمرها بالحواف اللي كنت فتتهم. خليها تبرد. من بعد رايحه نثقب الكيكه نتاعي، نشربها بالحليب يكون دافي، 1 الكاس حليب هكذاك باش تجي رطبه. بعد ما تشرب لي والدوائر يبردوا لي رايحه نستفهم ونعمر الفراغات بالتوبينغ صوص كراميل طبعا. درت انا شوكولا فتتها حطيتها من فوق، ودرت لي سيغار هذو درتهم على كامل الكيكه باش تبان كالعش. الكيكه سهله ومذاقها رائع، ما تطلبش وقت ولا مكونات بزاف. تحبوا تبدلوا شكل الورده بدائره بقلب اي شكل تحبوه، راح نقطع لكم حبه تشوفوها. من الداخل تجي هشيشه بالبزاف. ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم وتجربوا هذه الكيكه الرائعه. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.